مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من بودكاست بالون دور. مبسوطين جدا جدا الحمد لله، بقى في تفاعل كبير جدا على البودكاست، ويعني بيساعدنا طبعا ده وجود الضيوف اللي تبقى موجودين معانا من تالنت اكاديمي. برحب طبعا بيهم في البداية. اهلا بيك يا عمر. اهلا بيك يا شفيق. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. مبسوط جدا. اهلا بيك كمان. اهلا بيك يا باشا. سعيد طبعا كمان جدا. انتر خسر. انت سعيد ولا مش يخسر؟ انا ماليش دعوه، انا توقعت انه يخسر وقلنا باريس هيكسب، ما تلبسنيش في لا حاجه. بس دي ما كانتش مكسب عادي يعني، كان اكتساح. كان اكتساح. طيب نخش بقى في تمنيتها وتوقعتها، خلي بالك الاثنين مع بعض. الاثنين اتوقع. ما هو الاصعب ان انا اتمنى بس اتوقع الخصم ده اصعب يعني. ما كانش حد يتوقع مش الخمسه الاداء ده بصراحه. طبعا. طيب نخش في الحلقه على طول. احنا هنتكلم طبعا في البدايه عن باريس وانتر اللي حصل. يعني خلينا نبدا كده الاول. ايه اللي خلى سيميوني انزاجي بالفرقه بتاعته بره الجيم تماما بالشكل اللي احنا شفناه ده؟ شوف مين عايز يبدا عادي، احنا بندردش يعني. كمان بما ان كمال كان ماسك، يلا كمان عشان انت حزين قوي. طيب بالنسبه هو ده اسوا نهائي في تاريخ بطوله دوري ابطال اوروبا. مش المشكله حتى في النتيجه بس. اسوا نهائي في تاريخ كنتيجه. كان في 5 اهداف. حتى كاداء بعيدا عن النتيجه مفيش انتر ما جاش المباراه اصلا. تحضير النفسي والذهني لسيميوني بن انزاجي واللعيبه كان كارثي. في لقطه ممكن تعكس لك الدنيا وانت داخل في اول المباراه. لو بصيت في الكوريدور الاثنين الفريقين واقفين طابورين جنب بعض، لعيبه انتر ميلان داخلين بيضحكوا وبيهزروا. لو انا اول انطباع شفته اللعيبه مش خايفه من الماتش، اللعيبه واثقين في نفسهم كده. الفوز بقى احنا غالبين برشلونه يعني بالظبط. هي فكره احنا غالبين. النقطه الثانيه باريس داخلين ما بيضحكوش، مركزين، كل واحد مركز في المباراه. هنا حاجه من الاثنين، يا لعيبه انتر ميلان واثقين في نفسهم ومحضرين المباراه زياده عن اللزوم، هم اللعيبه لا مباراه اصلا بالمباراه. ولما نزلنا شفنا الملعب، هو اللعيبه اصلا واحنا مش محضرين نفسيا للمباراه تماما يا اشرف. ليه اسباب وليه اسباب. انا النهارده ما ينفعش اجي اقول لك ان والله دي اوف واللعيبه مش مركزه. ايه بقى الاسباب؟ انا حاسس ان هو دي اوف يعني. مستحيل فرقه تبقى ماشيه طول البطوله بالشكل والتنظيم الدفاعي. يعني في ليهم شكل في الملعب سواء تحبوا او ما تحبوش. صحيح. بس ليهم شكل صحيح واتكلمنا عليه. بالظبط. واحنا الحلقه اللي فاتت يعني شرحناه بشكل مستفيض معاك ومع عمر. لكن في الاخر ان الفرقه دي يحصل فيها بالشكل ده، اظن ان ده دي اوف حلوه. بس يعني وجهه نظري او اكبر عامل يعني. انا بقى عندي وجهه نظر في حته دي اوف للفول تيم. دي غريبه كلهم يعني مفيش لعيب واحد يوحد يا جماعه. بتحصل والله. يان سومر يا جماعه عقد لامين يامال. انت بالنسبه لك الموضوع ده انا عارف مؤثر نفسيا بس يعني انا حاسس ان هو خد كل الحظ خده في الماتشين بتوع برشلونه. انا ما شفتوش صد كوره في ماتش انتر، في ماتش باريس وانتر. يان سومر يعتبر بقى مش دي اوف. هو ما جاش الملعب خالص يعني. انت ما فيش حاجه اي فكره ان ده كان شغل مدير فني وان ده جهاز فني مركزين على الزاويه الضيقه عند يان سومر ان دي نقطه ضعفه. الفكره دي كانت صدفه ولا شغل؟ انا بسالك انت. لا هي ناحيه باريس هي كانت شغل طبعا. في اصلا تقارير صحفيه طلعت صدفه ان كان من ضمن التدريبات اللي حصلت للاعيبه باريس سان جيرمان او في تركيز يا جماعه. في تركيز اكتر ان يان سومر عنده مشكله في الزاويه الضيقه دايما. يعني حتى واحنا بنتكلم بره الهوا اما قلت على الكره بتاعت لامين يامال اللي جت في العارضه، دي الكره الوحيده اللي معناش عليها تراي. صح. يعني الجوان بتاعت باريس سان جيرمان زيريدوي وكفاره وحتى الكره اللي ضيعها باركولا مش عارف ضيعها ازاي بصراحه. كلها في الضيقه ما عملش عليها اي تراي من الحاجات الخزعبليه اللي عملها في الماتش اللي فات. هنا بقى دي الحته اللي توريك الفرق ما بين سيموني انزاجي وما بين انريكي في الحته دي. انريكي فكره ان هو مخلص الدوري من بدري ومركز بقى خلاص. انا خلصت الدوري وحسمته وجي في ماتش فاينل الكاس، نزل برضو الشوط الاولاني طق 3-0 خلص الماتش بتاعه. خلاص انا مرتاح وبفكر تفكيري كله في الفاينل. فانا بذاكر انتر صح. ده اللي انت قلته الحلقه اللي فاتت بالظبط. هو اتفرج على الماتشين بتوع انتر وبرشلونه، عرف كل حاجه، شاف نقط الضعف بتاعت كل لعيب. احنا بالظبط يعني هو اكيد الثاني اتفرج. هو ده عذر الانزاجي. طيب هو انا ما بعذرش انزاجي. انا دلوقتي انا بكلمك على حته ان هو ازاي انريكي تفوق فيها. الحته اللي احنا اتكلمنا فيها في البودكاست في الحلقه اللي فاتت، حته ان لويس انريكي بيعمل حته اللامركزيه دي. انا هعمل حاجه
اللي قدامي مهما كان مذاكرني مش هيعرف هو ايه اللي بيحصل. انت مش لو مذاكرك يا صاحبي، بالظبط. مش لو مذاكرك. انا معاك في حته ان انت لو مذاكرني انت كده هتلخبط، فما بالك بقى يعني انزاجي نازل الماتش ده ومش مذاكر تقريبا. ففكره في الجول الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه كربونه، عمر قالها الحلقه اللي فاتت، كربونه سقفت له فيها. لا طرحت سقفت لك فيها بصراحه كربونه. فهي فكره انك انت مين اللي لعب الكره الاولانيه، اللي لعب الكره الاولانيه ديمبلي ما صلحها لفيتينيا عشان فيتينيا يحط ثرو باص لديزري دوي عالمي. دوزري دوي بقى بيلعب جناح شمال اللي هو مكان كفاراتسخيليا. يعني انت لو شفنا التشكيله في الاول السكور شيت اول ما نزل كفاراتسخيليا هو شمال وديزري دوي وينج يمين بالظبط، وديمبلي لا ديمبلي يمين ودوي كراس حربه 9. طيب لما عمل الباص العرضي لا انا ولا انت ولا كمال ولا اي حد كان بيتفرج متوقع ان اللي هيبقى موجود في المكان ده رقم 9 هو اشرف حكيمي الباك اليمين المهاجم يعني المهاجم. ودي مش كره، ما هو ما عملناش مره واحده في الماتش. في كره انت كنت برضو بنتكلم عليها اللي هو كان بيلعب وينج ليفت، كانت اوت كده، كان وينج ليفت بالظبط. والباك رايت كان كفاره بالظبط. وكان في كره تانية اتعرضت اللي طلع لعبها بالهيد كان اشرف حكيمي. فهي دي الحته يعني اللي انا كنت بكلمك عليها المره اللي فاتت، ان لويس انريكي وهو ما بيلتزمش لعيب بمكان. ديزري دوي بيلعب جناح يمين جناح شمال راس حربه موجود، كفاراتسخيليا نفس الموضوع. انت وصلت ان كان فيتينيا اللعيب اللي احنا كنا اصلا مره فاتت بنتكلم ان هو 6 دايما اللي ساقط لورا بالظبط، وجواو نيفيز او فابيان رويز هو اللي بيطلع لقدام. لا هو في الماتش ده فيتينيا طلع في كذا مره، هو اللي كان بيلعب على قوس ال 18، هو اللي مدي كره لدوي، وهو اللي مدي الكره بتاعه عصام الشوالي طول الماتش بيقول لك هيكسر رقم تشافي في عدد الباصات بالظبط. الكره بالظبط بتاعه الجون يعني الكره اللي اداها لديزري دوي اللي حط بيها الجون الثالث، والكره اللي اداها لديزري دوي بتاعه الجون الاولاني اللي عرضها لحكيمي. فانت فيتينيا كان مؤثر جدا في الماتش ده. بلس بقى فكره تعالى 3 اللي ورا انت ما حسيتش بيهم، اللي هو سواء نونو مينديز او باتشو او ماركينيوس. كنت متوقع قلت لك المره اللي فاتت ان مينديز قدام دومفريس يعني اصلا في كذا لقطه في الماتش التحامات بينه وبين كفاره، حاجه قد كده. كفاره يعني اضعف منه كتير جدا، بس كفاره كان تفوق عليه في كذا التحام، كانت غريبه جدا. يعني هو مش محتاج مينديز، هو اصلا ما كانش في الماتش. رجع الجون الثالث، كفارا ضغط على دومفريز قطعها سلمها لفيتينيا بالكعب ديمبلي، خرج كفاراتسخيليا بالظبط. كانوا كلهم بره الماتش. انا هسال بس كمان سؤال، هل عرض الهلال السعودي هو السبب في القصه دي كلها؟ انا برضو ده بصراحه من ضمن الحاجات اللي اتقالت يعني كتقارير ان عرض الهلال السعودي هو خلاص يعني يعتبر رسميا معاه يعني. هل مدرب قدامه ساعات ويلعب نهائي دوري ابطال اوروبا ويجي ممكن يكسبه يعني عايز اقول ايه، مخه ينفصل تماما خالص، يتشتت وما يقدرش يحضر للماتش بالشكل اللي احنا شفناه ده؟ وارد جدا. اصل هو ما عندوش اي عامل خارجي، اي عوامل خارجيه ان هو ماشي على مدرب او على لعيبه في الاوقات اللي زي دي تبقى خطر جدا. هو ليه بيقول لك دايما لو عايز تتعاقد مع لعيب، ليه بيقول لك النادي بتاعه بيبقى قافل سكه التعاقدات معاه او الكلام معاه في الفترات الحساسه من الموسم منع لتشتيت اللاعب. ده وارد جدا طبعا يكون فرق جدا مع سيميوني انزاجي. انا مكمل انا مش مكمل، خلي بالك فرقت جدا في التزام اللعيبه مع سيميوني انزاجي. فرق جيد كبير جدا لما تبقى انت كمدرب كلاعب عارف ان المدرب بتاعك ده هو مكمل ولا ماشي بعد المباراه دي. بيحصل سن التراخي بيحصل سن الدلع بس دي يعني انا ممكن اتفق معاك لو هو ماتش في نص الموسم، انما ده ماتش نهائي البطوله الوحيده اللي باقيه ليك. يعني انت ممكن تطلع بعد البطوله دي بموسم صفري او تبقى بطل او تدخل التاريخ ابطال اوروبا. مظبوط. هنا فما اظنش ان في حاجه تشتته. الثبات الانفعالي هنا يختلف بقى المدرب. الثبات الانفعالي، تركيز، قدرتك كمدرب ان انت تقدر تقفل على لعيبتك بعيد بقى عن المشتتات والاخبار اللي بتجي لك من بره، الكلام ده كله تفرق جدا. انا بحس الكلام ده عندنا هنا بس تقفل. لا بقول لك حاجه على فكره، حاجه بناء على كلام كمال حتى كانت ملحوظه قوي. سيموني انزاجي من المدربين الهادين على الخط. انا قصدي ان هنا يعني احنا عندنا بس لازم نعمل معسكر، ومعاش معسكر لا يعني مشكله. هم بره لا مش كده. انا معاك حق في الحته دي، بس انا بتكلم في حته ان هو ثباته الانفعالي. سيموني انزاجي من المدربين معروف ان هو هادي بكامل اناقته، لابس البدله والكرافته. لا انت في لقطه قلع الجاكيت وقام راميه لما الحكم راح يتكلم معاه. فهو ده واضح ان هو في حاجه مشتتاه. يعني هو انا كنت عايز اركز 100% في الماتش، بس انا في حاجه في الباك مايند عندي شغاله مخلياني مش عارف اركز 100%. فانا بقيت خلاص انا متعصب، فقدت سيطرتي على كل حاجه. ان ده لو احنا في مرحله تفاوض، انما هو مخلص كل حاجه مع الهلال، فخلاص انا عارف ان انا يا جماعه ده اخر ماتش، انا عايز اكسب عشان اطلع باحسن صوره بدل ما اطلع موسم صفر. انا لو فاكر المره اللي فاتت قلت لكم ايه،
قلت لكم هل بعد الماتش ده لو خسر هيمشي ممكن ولا لا؟ يمشي ولا لا. فاظن ان هو طالما هو خد قرار ان هو هيمشي فخلاص انا عايز امشي باحسن شكل. بيبقى سلاح ذو حدين، يا فعلا اللعيبه بلغتنا كده بتعمل كل ما عندها علشان تخرجك من الباب الكبير، يا العلاقه بينك وبين اللعيبه. هي اللعيبه برضه خذلته بصراحه قوي طبعا. انا لسه جاي للجزئيه دي، بس اديني بس هاخد جزء مهم قوي ذكر عمر. قال لك اللعيبه كلها ما جاتش دي اوف. لما بوجهه نظر انا واللي لعب كوره او اللي ضرب عارف كده، لما تبقى اللعيبه كلها دي اوف اللي يتسلم مدرب، يبقى التحضير النفسي والذهني للعيبه قبل المباراه صح. ما كانش موجود. كان سيء جدا. لو لاعب او اتنين اقول لك ماشي، دي فورمه لعيب بتحصل زي ما بيتم الاشاده بيه في الفوز طبعا في الشكل ده. 11 لعيب باللي نزلوا مش ما ينفعش يا باشا. انت بدايه المباراه حاولت تلعب الكره على الارض مش شغاله معاك، الجا للكره الطوليه، عملتها مرتين ثلاثه قدرت تطلع بيها. بعد كده انت مش رغم ان انت المره اللي فاتت قلت ان هيلاقوا دفاعيا هيلاقوا الموضوع ابسط من ماتش برشلونه، بس حصل ضغط عالي في الماتش ده. ثانيه واحده، دفاعيا هم يقدروا يتمركزوا دفاعيا. ان هم يتمركزوا دفاعيا. هو انتر، انا بتكلم انتر ميلان بفورمته الطبيعيه. بالظبط انا فاهم. لا انا بقولش انت السبب. انا المشكله انا مزعلني ان انا كل التحليلات اللي انا عملتها بناء على انتر يجي في فورمته العاديه ولا حتى بنص الفورمه. ده ما فيهوش يابا. صح. حتى المره اللي فاتت قلت كده برضه. اتفضل. عجبني قوي فكره عمر لما ذكرها ان اشرف حكيمي يدخل انسايد فورورد. ابن الذين انريكي عامل ايه؟ هو بيهاجم بثلاثه على الثلاثه السنتر باكس بتوع انتر. بافارد مع تشيربي مع باستوري مع الثلاثه دوي وكافارا وديمبلي على بقى حكيمي. دماركو كده سرحان ودفاعيا سيء جدا يعني بعد الاصابه خلاص. بالظبط. خش اخطف انت بقى. هم الثلاثه مع ثلاثه سرحانين، تخش انت تعمل زياده عدديه جوه. اتفضل. كان لوحده خالص فعلا خالص. ده شغل مدير فني ومش اوفسايد من دومفريز. ليه دومفريز انت ما شفتوش؟ نونو مينديز واقف له ورا. عارفين باريس في الهجوم كان بيلعب بالثلاثه ورا، وكفاره كان بيرجع معاه برضه. كفاره كان بيرجع كتير وبيرجع. باتش ومارتينيوس ودومفريز كل ما يجي يطلع مينديز واقف له. بالظبط. ليه واقف له؟ في مدرب بره عارف ومذاكر. اما الناحيه الثانيه انت مستباح دفاعيا. بالظبط. مدير فني زي ما قال عمر محضر ومذاكر. في مدير فني تاني هو لا هو محضر ولا هو مذاكر. اخر نقطه هتكلم فيها التلصيم. معلش خلاص بقى يا جدعان. انا واحد كمدريدي بقول لك انا لصنت فاسكيز ومندي كانت اخرتها ايه؟ داس على وش برشلونه، لابس 16 جون من برشلونه في 4 ماتشات وفضايح، وارسنال ياخدني رايح جاي واتبهدلت. صح. انتر ميلان شغل بقى شربي 38 سنه ومش عارف اختيارين 35 سنه. بس هو مشي بيها طول. مش هي هتمشي معاك. مش عايز اختزل الماتش ان هو كان ساق طول البطوله. ما هي تمشي معاك، بس لما هتقع مش هتسمع عليك. وقع صعب قوي. ده الريال كان بيلصم وبتمشي معاه، بس لما بيقع 3 ضد ارسنال و4 ضد البارسا بتبقى نتائج تقيله. دي مشكله بتاعت دايما سياسه الترسيم بقى، وان انا بجيب لعيبه قليله وان انا بجيب لعيبه بفلوس على قد الايد. لا بس هو اصلا خلاص يعني انا ما اظنش بقى في صفقه مدويه بتخش الدوري الايطالي بقى لنا سنين كده. دي حقيقه. وبعدين برضه انا عايز بس اخد من الحته دي من كمان المره اللي فاتت لما كنت انا اتكلمت معاه في الحته دي، قلت له هو اللي هو لما قال ان هو سيموني انزاجي ليه راضي بالقماشه دي، او هو المفروض عليه عامل فعلا. فهي دي حقيقه، هو عليه عامل ان هو انا راضي بالناس دي ليه. بس هو زي ما انت بتقول ان مفيش صفقه كبيره بتخش خلاص. بالظبط. فكره ان اللعيبه كلها فوق يعني معظم اللعيبه موجوده فوق ال30، فالناس دي مش هتعرف تديك يعني فول سيزون كامل بنفس القوه وبنفس الحديه وبنفس بتاع. سبيشالي كمان اللعيبه دي نفسيا اتهزت بعد ما يعني ما انا بنافس على ثلاثيه فجاه ضاع مني الكاس لما وخسرت من ميلان اللي هو مش في احسن احواله خالص السنه دي. ده النقطه الثانيه كمان، انا ضاع مني الدوري بسببي في ماتش اللي هو بتاع لاتسيو، ماتش لاتسيو بتاع 2-2. انت كان نابولي تتعادل وكانت فرصتك انك ترجع تركب الدوري تاني وانك انت ممكن يعني ممكن يبقى فيها شويه كلام ممكن نتكلم فيه. قصدي ايه؟ ان هم في ماتش زي ماتش برشلونه كانوا بقى مش يعني خلاص هم دقيقه وخارجين تمام، بس قدروا يرجعوا بالروح بقى وبالجرينتا وبالحاجات اللي بنتكلم فيها كلها. فين بقى دي فاهمني؟ يعني لكن دي احنا في ماتش باريس انت ما شفتش. انا يعني مثلا اتفرجنا على الماتش كله، انت ما فيش هجمه واحده راحت على دوناروما، هجمه تقدر تقول ان دي هجمه خطيره. دوناروما صد الدفاع عمل كوره ما كانش فيها يا جماعه حاجه من انتر خالص بتقول ان انتر جه اساس. لو تارو مارتينيز وماركوس تورام هي كوره واحده هيد تورام لعبوا في كورنر كده جه ايوه صح بس ما فيش اي حاجه تانية. طب انت بالظبط هاخد من اشرف جزيره برشلونه. حطيت لك على نقطه حلوه قوي ومحدش هيتكلم عنها وبتحداك هو محدش هيتكلم عنها. ربنا يخليك كمان. النقطه دي هي انت قلت ايه؟ هل تعتقد معايا وتتفق معايا ان ماتش برشلونه اخذ من زخم لاعبي انتر ميلان اللي حسسهم ان احنا خدنا البطوله؟
بس هي دي. شفت ليه بقول لك برافو عليك. مم. ماتش برشلونه بالسيناريو اللي صعدوا بيه وان العالم كله لحد دلوقتي بيتكلم عن ماتش برشلونه طبعا حسس لاعبي باريس ان احنا خدنا البطوله. انتر. فيمكن سوري انتر فيمكن ما اداش لاعبي انتر الزخم او التركيز الكافي لماتش نهائي دوري الابطال. وده كان على عكسه تماما بقى اللي باريس بيعمله. برافو. ان باريس دلوقتي السنه دي كان حاطط في دماغه انا قتيل البطوله، عمال يتسحب عمال يتسحب. لويس انريكي بيقود المجموعه دي بطريقه صح جدا. الراجل ده عبقري والله، يعني بعيدا عن اي حاجه طبعا هو عبقري. انتصار ليه كبير جدا انه جداً. انه يعني هو اتقال انه 2015 انت كان معاك نيمار وميسي وسواريز والفرقه دي، لكن الراجل ده لما مسك منتخب اسبانيا عمل فرقه حلوه جدا، كوره حلوه. دلوقتي لما مسك باريس سان جيرمان الناس كلها مستمتعه بالاداء. بالظبط. حاجه بقى تانية في حته باريس، انت لويس انريكي لما ياخد البطوله دي بالفرقه دي هو دلوقتي حقق رقم تاريخي لنفسه، بعيدا عن هو تاني مدرب في التاريخ بعد جوارديولا حقق الثلاثيه مع فريقين في بطولتين مختلفين، برشلونه وباريس، وسبع مدرب ياخدها مرتين بالظبط. النقطه الثانيه بقى اللي مش عايزين نخزل فيها حقه هو الراجل المدير الرياضي بتاع باريس سان جيرمان. ترى افكاري لسه اقول لك كنا هنتكلم فيها، لسه اقول له كامبس بالظبط. الراجل ده يعني انا قريت كده اليومين اللي فاتوا بعد الماتش والحاجات دي، انا قريت بصراحه عنه ان الراجل ده كان هو عايز هو ما لعبش كوره، وبدا من هو في سن 26 27 سنه ان هو عايز يخش عالم التدريب وبتاع، وبدا فعلا يدرس وخد الرخص الدوليه للتدريب وفشل فيها، وكل ما يمسك فرقه تنزل درجه تانية وبتاع. فبدا يتجه للناحيه الثانيه اللي هي ناحيه ايه بقى، تحليل الاداء وان هو راجل عينه في السكاوتنج عظيمه جدا. مسك انديه مختلفه منها مثلا موناكو، هو اللي جاب مبابي لموناكو، وهو اللي جاب وهو اللي لما راح ريال مدريد في فتره من الفترات مع جوزيه مورينيو برضو جاب فيه لعيبه صغيره بفلوس قليله جدا وبتتباع بارقام كبيره. مؤخرا لما جه باريس هو جايب مين؟ جايب فيتينيا، جايب جواو نيفيز، جايب نونو مينديز، جايب الناس دي كان جايبهم بايه؟ بتراب الفلوس حرفيا. انت بتتكلم جايبهم بلعيبه فيتينيا ده كان دكه في 3-4 ولفرهامبتون بالظبط، كان دكه في مين الجحد اللي كان معاه دكه مش عارف. تخيل بقى، وكان جايب كام؟ وانت لما تنقل من ولفرهامبتون ب 5-6 مليون يورو، ايه 5-6 مليون يورو دلوقتي في لعيب لو انت جيت تسال على قيمته التسويقيه بعد الفاينل ده مش هتلاقيها اقل من 80-90 مليون يورو. خلاص. فهو بنى فرقه، والحاجه اللي الواحد يشيد بيها فعلا السنه دي ويمكن من بدايه من السنه اللي فاتت ان ناصر الخليفي رئيس النادي شال ايده. بمعنى ايه؟ انا راجل انا جاي معايا فلوس. ليوناردو حتى لما كان موجود كان برضو بالظبط. لا ناصر الخليفي كان متدخل في كل حاجه. انا يا باشا عايز احسن لعيبه في العالم هجيب لك احسن لعيبه في العالم. عايز نيمار ادفع 222 مليون. احنا صغيرين لما بنلعب بلاي ستيشن او لحد دلوقتي بلعب بلاي ستيشن بكون فريق الاحلام. ده اللي كان ناصر الخليفي بيعمله. انا عايز العب بلاي ستيشن بباريس عشان دي فرقتي، فانا رحت جبت ميسي ونيمار ومبابي وراموس ومش عارف ايه، وقبل كده ابراهيموفيتش ومش عارف ايه. طب دلوقتي انا عملت ايه؟ انا اكتشفت ان هو لا، لعب الفلوس والبلاي ستيشن ده مش هو الحاجه اللي هتجيبني، مش ده اللي بيكسب، مش ده اللي هيكسبني، وده مش ده اللي هيوصلني لحاجه. عملت ايه؟ بدات فكره المشروع دي اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت برضو. فكره المشروع، مين احسن واحد هيقود لك المشروع؟ هو لويس انريكي. ودي احسن اختيار عمله كومباس، ان هو اللي كان مصر على لويس انريكي. دي حاجه. والحاجه الثانيه ان هو طلبه من ناصر الخليفي انت مالكش دعوه، احنا هنقود الفريق ده، هنوصلك للي انت عايزه، بس ادينا مجالنا، انت ما بتتدخلش غير في التفاوضات، في تخليص هقول لك لعيب الفلاني هاتولي، اللعيب العلاني يسيبه يمشي. وانت ده مهمتك. وده اللي عمله فعلا ناصر الخليفي بدايه من السنه اللي فاتت. لما ساب لهم الفرقه بقى كامبس هو اللي بيجيب اللعيبه وبيقول له احنا عايزين ده وده وده وده. بيرجع لانريكي تمام انا موافق على ده مش موافق على ده. هوب ايه اللي حصل السنه دي؟ يعني سيبك من الدوري وسيبك من الكاس وحاجات اللي كده مضمون، بس انت السنه دي عملت ايه؟ انت خدت دوري تمام، خدت كاس تمام، جبت تشامبيونز ليج باداء حلو جدا, جداً مش جايب تشامبيونز ليج اللي هو وليد الصدفه الله يسامح حاجه، مش جايب تشامبيونز ليج بطريقه انشيلوتي. هات من الاخر بالظبط بقى بالظبط. عندك فرصه دلوقتي انك بتنافس على انتر كونتيننتال، صح، دي بطوله من ماتش واحد اللي هو الفاينل اللي انت هتلعبه، سهلت اكتر. بالظبط اتسهلت اكتر. انت هتلعب كاس عالم للانديه، فعندك فرصه انك انت بقيت دلوقتي مصنف رقم 1 في اوروبا، انت اقوى فريق في اوروبا دلوقتي، فانت داخل البطوله دي انت ليك ايدج اصلا فوق اي حاجه. يعني فوق اي حاجه انت كده كفرق اوروبا كلها في كاس العالم ليها ايدج، كاس العالم الانديه اللي جاي، فانت ليك ايدج تاني ان انا بطل اوروبا. فاهم قصدي؟ فانا دلوقتي فانت بقى عندك بدل ما انت بتنافس على خدت 3 بطولات بس، انت عندك فرصه انك تاخد سوبر اوروبا، عندك فرصه انك تاخد الانتر كونتيننتال، عندك متواجد على الساحه خلاص. يعني انت بشكل اكبر كنت موجود وانت عندك النجوم دي كلها بالظبط. هي دي الفكره. انا في حاجه هسال عليها، يعني انتوا الاثنين برضو قولوا لي، هل بعد ما باريس سان جيرمان كسب البطوله
ممكن السنه الجايه نلاقي تعاقدات بقى كبيره جدا بلعيبه نجوم سوبر ستارز غير مستحيل. غير لا. ما ده حصل مستحيل خالص بالمنتاليتي اللي هم شغالين بيها دلوقتي ما اعتقدش. ولا صفقه واحده لا. حتى كده. لو طلبها لويس انريكي او بالظبط. قائد مشروع كامبس لا انا بتكلم ان لا يرجع للسياسه القديمه. لا لا فهو خلي جايب بالك، لا ناصر الخليفي كان بيتبع السياسه القديمه لغرض هو قالها كان في لقاء تلفزيوني قالها وهو كان صريح. كنا بنتبع السياسه القديمه عشان كاس عالم قطر 2022 فكنا بنستقطب معظم اللي النجوم كانوا على- موجودين كان بالظبط. برافو سفير عليك. كاس عالم قطر بعد كاس عالم قطر 2022 لو طلعش برافو في عليك صفت كمان. بالظبط. فانا بيعجب الراجل ده على فكره هو مش عبيط ولا كان بيرمي فلوس في الارض مش بس هيفتح هو بي إن كان يعني؟ عارف لا مش هيفتح بي إن. لا هو ده حاجه خد ناس دعوه كتيرة الناس كلها عماله متخيلة إنه خد دعوه هيفتح يا جماعة الامه مش كلها خد دعوه الامه كلها وسنه يا ريته شهر وسنة. بس دايما بس الناس تقول سنه انسى. جاي في سنه مهمه بقى بص سنه إحنا- فيها كاس صح. افريقيا وفيها يعني بتاع اعتقد اخر نقطه لازم بقى نلوم فيها ونشمط فيها لاعبين انتر ميلان. اتكلمنا عن زاجي بس اللعيبه اللعيبه فين يعني هقول لك على حاجه عارف لو شفت لعيبه انتر ميلان نازلين الماتش بيخبطوا ويرزعوا ويكسروا وياخدوا انذارات هقول لك اللعيبه بتحاول صح. بس مش عارفه بتحاول بس المدير الفني ما ادهمش اي تعليمات ازاي نتعامل مع دايما المباراه بيتقال ان بيبان في برافو عليك. الالتحامات الثنائيه انا عايز ولا مش عايز. برافو عليك. هم تحس انهم لكن كانوا لاعبي مستسهلين باريس الماتش أوي. يا راجل لاعبي انتر انا بفتح مفيش غير لاعب باين واخد انذار لا كل الاحتكاكات الثنائيه خسرانها مفيش تاكلينج مفيش جري مفيش كفاره خدها من دول مفيش كفاره مش ممكن دي حاجه اللي هو اللعبه فين اللعبه دي لازم تتلعب وهنا في جزئيه برضه هرجع تاني لسيميوني ازاي اللعبه دي بعد ماتش برشلونه ما لعبوش الماتش في الدوري على فكره اللعبه الاساسيه دي حقيقة. تلت ارباعهم ريحوا في الدوري تورام كان وكان رايح بيدي اسبوعين انت مره للبودلة. حتى قلت كده بالظبط. تورام بعيدا رايح عن تورام اسبوعين بقى تقريباً. ده فاكر تورام بقى ده تورام ودومفريز معظم اللعيبه ما لعبوش ولا ماتش في الدوري هل هنا السؤال هل لعيبه انتر ميلان لما ريحوا هم فقدوا رتم المباريات لان فعلا تحس انتر ميلان في الماتش ده هم ده ماتش بدايه السيزون ده لو- ماتش تحضيري اقول لك على حاجه لو كان كسب كان يقول لك برافو عليه ريح اللعيبه فهو الموضوع ده ده انت بتقيس بالظبط. النتيجه بتاعته مين على حسب الماتش. مين ادرى واحد باللعيبه هو صح. مين اللي ادرى صح. عارف ان اللعيبه صح. دي انا لو اديتهم راحه صح هيضربوا مني بالظبط. هيفقدوا رتم مباريات هو ادرى واحد لا انا ولا انت ولا عمر ولا بالظبط حد يعرف كده. اللعيبة العكس بتفكر اللي إزاي. هقوله بقى ان انريكي عمله يعني انت دلوقتي الله ينور عليك. بالظبط صح. فيها بيعيب فيها في ناحيه سيموني انزاجي فضل يلعب ما الفرقه الاساسيه لا هو انريكي فضل يلعب الفرقه الاساسيه اي نعم في اخر 3 4 ماتشات في الدوري كان بيعمل روتيشن يعني عارف اللي هو الفرقه ما بتفضاش يعني انت ب 11 لعيب بيلعب مثلا 7 8 و3 4 صح. بالظبط. جه في اخر ماتشين ريح الفريق الاساسي كله بس لما نزل ماتش الكاس اللي هو كان قبل قبل البطوله بقد ايه بأسبوع. بالظبط عليك برافو عليك فول باسبوع تيم نزل الشوط الاولاني كله فول تيم لحد الدقيقه 65 من الشوط الثاني بدا يريح الناس عشان الفاينل فانا انت عشان رجليكوا تفضل في الملعب عشان ما تخرجش رتم المباريات ما ينفعش لعيبه تفقدوا انتر ميلان بيلعبوا ماتش اللعيبه تحسهم واكلين بط ونازلين الملعب لسه بيحضروا بدايه هو البط السيزون يتقل بصراحه اي حد طب البط يتقل اي حد والمقوله بتاعت ان الطقم الثالث كان نحس عليهم ايه رايك؟ آه. عصام الشوالي عصام الشوالي قال إن- بماتش بصراحه يعني هي دي ممكن ما هو تعمل لعب بس ضد عامل برشلونة بسيط بالأبيض، جدا صح؟ يعني ما هو لعب ضد برشلونة عامل بسيط بالأبيض جدا وتعادل. يعني طب ما انت لعبت ضد برشلونه بالابيض وتعادلت 3-3 صح صح انا عشان لولا ماتش برشلونه وراك ماشي لكن لا ده كان انا شايف انها بصراحه ما كانش ليها سبب يعني نخرج بقى من التجربه بتاعه باريس سان جيرمان يلا لحاجه تجربة شبيهه ليها بالظبط هي نسخه بيتقال دايما هي ان نسخة دي بصراحة. النسخه بتاعه باريس سان جيرمان هنا في الشرق الاوسط بيراميدز برضو بياخد دوري ابطال افريقيا من سان دي داونز سنه جبر الخواطر دي يعني جبر الخواطر يا جدع ومش عارف حاسسها برضو سنه ان مفاجاه حراس المرمى اللي دايما بيتقال ان عندهم موهبه كبيره جدا جدا بس مقصرين في حق دي نفسهم حقيقه وما بيشيلوش الفرقه في ماتشات تقيله مم. دوناروما واحمد الشناوي طبعا مع الفارق انا بتكلم على الكيس نفسها فبيراميدز الماتش ده احنا كنا اتكلمنا اللي فات ان ده هيبقى مفترق طرق ليهم بالظبط يا هيكمل يا مش هيكمل قبل الهوا برضو كنا بنتكلم على حته انه لو الميزانيه بتاعت بيراميدز مثلا هنقول 25 30 مليون دولار اظن هتتضاعف لثلاث اضعاف اكيد يعني بس خلينا يعني قبل ما نخش في النقطه دي نتكلم فنيا سر تفوق يوريشيتش في الماتش ده او في البطوله بصراحه بشكل كامل لانه عامل فرقه اول مره نشوف بيراميدز فريق بيقدم كوره وفي تكتيك موجود في الملعب. دي حقيقه. طيب هو بيراميدز قدر يتعامل مع صن داونز في دور المجموعات اعتقد كانوا مع بعض في دور المجموعات صح؟ ده السنه اللي فاتت لا السنه اللي فاتت صح كان معاه اورلاندو كان لا يا جدعان اورلاندو كان مع الاهلي اورلاندو كان لاعب اورلاندو كان مع اورلاندو كان مع الاهلي صح في السيمي فاينل هو بيراميدز كان معاه الترجي
في دوري المجموعات في دوري المجموعات كان كان معاه مع الترجي. صح. وقدر يفوز على الترجي كسب أعتقد. هناك قدر وخسر يفوز هناك. بس قدر بالظبط. يفوز هنا في مباراه حتى عمل فيها ريمونتادا اعتقد. بالظبط. فريق تعرض لظروف صعبه انه يتاخر في النتيجه ضد اورلاندو مرتين ويرجع ويعمل ريمونتادا ضد سان داونز. كاردوزو اللي احنا اتكلمنا عنه المباراه اللي فاتت. تعالى بقى المره دي ان يوريشيتش عمل تريكه هي بسيطه بس عجبتني، بسيطه قوي بس عجبتني مبدئيا. بس قبل ما اخش في التفصيله دي اشرف كنت انت نزلت بوست حلو قوي بعد ماتش باريس سان جيرمان، وهو ان انريكي انتصر للكره الجميله صح. وشغل بقى الماتشات نهايات تلعب نهايات تكسب ولا تلعب الكلام ده كله بلاش منه. ده تكسب اللي ولا عمله برضه تلعب، يوريشيتش. الكلام ده بيضايقني جدا. ده اللي عايزين عمله نلعب كورة على فكرة يعني. عجبني دي جدا يوريتش ان هو انتصر للكره الهجوميه. دي حقيقة. شغل بقى كاردوزو والكره الدفاعيه المتوازنه وشغل كولر وان احنا الاثنين ما نهاجمش بلاش بقى كفايه بقى. صح. بيراميدز انتصر للكره الجميله. بالظبط. وفكره ان بيراميدز كان بيهاجم سان داونز في سان داونز دي كانت بالظبط. برضه يعني عمل ماتش هناك يعني كميه فرص كان اكتر من النهائي صن يتحسم داونز. هناك او صح. كان بيراميدز يقدر يحسم لو النهائي كان هناك لو موفق. كان عنده مهاجم مايلي كويس موفق. أو يفنش. لا. او لا موفق، مايلي موفق، ماشي. مايلي مهاجم مهاجم قوي جدا انا بصراحه. طبعا فردة. مرات بيضيع كور غريبه في النهائي يا جدعان. جاب امبارح جاب جون وان تك جاب جون واحده نازله له تك على طول. بص خط دفاع بيراميدز لما بيضغط، بص خط دفاع صن داونز لما بيضغط عليه بيحصل فيه ايه؟ صح. الواد بيحضرها له. مدافع صن داونز دي تعبان، دفاعهم تعبان جدا. دي حقيقة. بس يوريتش عمل ايه؟ تركه بسيطه جدا. كاردوزو انت عايز ايه في الماتش؟ انا مدير فني برتغالي ملتزم دفاعيا هلعب على التكتل الدفاعي واضربك بالهجمه المرتده. صح. طب لو اديتك الكوره هتعرف تعمل بيها حاجه؟ لا طب خد خدها. الكورة. لو بصيت على الاستحواذ في الماتش هتلاقي بيراميدز استحواذه 30%. يعني صن داونز استحواذه معدي ال 60 70%. هو مدي الكره لكاردوزو ومدي الكره لصن داونز لانه عارف ان كاردوزو مع صن داونز لو خد الكره مش هيعمل بيها حاجه. ماشي، يعني انت كده بتتكلم ان كواليتي لعيبه صن داونز قلت عن السنين اللي فاتت. طبعا. طب ما ده سبب ادعى انه يخلي كاردوزو ما يلعبش بلعب صن داونز اللي احنا لا الفكره انا مش شايف ان كواليتي اللعيبه قلت، هي تقريبا نفس اللعيبه. هو اللي حصل تغيير الخطه اللي كمال بيتكلم عليه ان احنا صن داونز من ايام موسيماني ومكوينا بعدها بيعملوا ايه؟ اللعب الجميل قوي الممتع قوي تك 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 وبهاجم. فاللي هو ساعتها عمر ما يوريشيتش كان هيلعب بالخطه اللي لعب بيها امبارح ان هو انا هديك الكوره. لا انا مش هسيب لك، ما ينفعش ساعتها تسيب صح، ما ينفعش ابدا. الفكره اللي حاصله ايه؟ ان كاردوزو راجل انا بدافع وبلعب على المرتد. طول ما انت خلاص انا حفظت اللعيبه وشربتهم كده، انا من اول السيزون لحد دلوقتي شغال معاهم كده. احنا هندافع ونلعب على المرتده نسيب الكره اللي قدامنا. صح. هو لقى اللي بيحصل معاه ان يوريشيتش بيعمل له العكس، لا خد انت الكره مش عايزها. ده انت لا يا عم ازاي انا مش عايز الكره، خد انت الكره. لا ده ايه يوريشيتش اصلا لما بدا كمان ماتش امبارح انت خدت بالك هو الخطه اللي كان بيلعب بيها كان بيلعب تقريبا 4-5-1. صح. لا يعني مايلي بس هو اللي قدام كله تحت الكوره. هو الناحيه الثانيه كان عنده مين؟ احمد عاطف قطه. بالمناسبه قطه ده يعني كان بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا ان هو حته يلعب مكان مصطفى فتحي ويؤدي الاداء ده في الماتشات اللي غاب فيها مصطفى فتحي في الاخر. الواحد قال ان بيراميدز هيتاثر وهيقع فنيا جامد لان مصطفى فرده تقيله بصراحه. حالي المدير الفني على طول. بالظبط. حالي المدير الفني على طول. بالظبط. فانت في الدوري لما مصطفى فتحي غاب قطه لاعب وعبد الرحمن مجدي لاعب قدوا في الفاينل كناش عارفين مين اللي هيلعب. الماتش الاولاني قطه لاعب والماتش بتاع امبارح عمل ماتش حلوه جدا. فكره امبارح كانت مفاجاه لينا كلنا، ابراهيم عادل بره ورمضان صبحي اللي بيلعب اللي هو يا معلم ازاي انت في ايه. بس هو فعلا الحته اللي كمال كان اتكلم عليها انا هسيبك خد يا عم انا واقف في نص الملعب اهو بس هلعب عليك. فانا بقى اللي هلعب عليك المرتده اللي انت اصلا مش هتعرف ترد عليا بدفاعا فيه. انك انت هتبقى غاص اللعيبه بتاعتك مسكت الكوره. طب هنبدا احنا نطلع بالكوره فبدا الدنيا تفضى ورا شويه. اضغط على الدفاع هيغلط. الجون الاولاني بتاع فيستون مايلي غلطه دفاع غريبه. الجون الثاني بتاع احمد سامي برضو انت الكوره متعرضه. محمد الشيخ لازم يعني مش عارف لازم نعمل حلقه 4 ايام كيف يعني مش محتاجين حلقه 4 ايام. احنا محتاجين نجيب سي دي لعرضيات اللاعب ده بس تتوزع على قطاع الناشئين عندنا في مصر. اتفرجوا على دربوا اللعيبه ازاي يرفعوا دربوا بتاعه عشان ما تطلعليش لاعب زي محمد هاني داخل على 30 سنه كابتن النادي الاهلي مش عارف يرفع عرضيه لحد دلوقتي. عندك مشكله مع محمد. انا بس اللي انا يعني بجد الغريب انه فعلا التكنيك بتاعه بيلعب الاوفر سواء تحت الكره تحت رجله بعيد قريب. انا بحس في شبه من ارنولد. لا بس هو الشيبي في حته زياده عن ارنولد اللي هي بتاعت زي ما اشرف كان بيتكلم عليها من ارنولد كمان. ده احنا الحد قريب الكره ممكن يزق الكره ويدي نفسه مساحه ويرفع. انا كنت اقول لك هو شبه علي معلول ان هو علي معلول الباك رايت اليمين بيرفع الكره من تحت رجله. بعدين يا جماعه انا اتفرجت على ملخصات رفعات الشيبي بس يعني انا لو مكان هيتعمل له فيديوهات لو في راس حرب يعني مش تقليلا من فيستون مايلي مهاجم قوي جدا 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 جدا. بس في كور والله العظيم 3 سيبها تخبط في راسك هتدخل جول. ما تحاولش تلعبها. الشيبي بيديهم الكوره يعني خد الكوره اهي
هي كده كده في الجول، ما تحاولش. يمكن يعني لو يعني احنا شفنا في بطوله افريقيا 2020 زيزو ومصطفى محمد بالظبط. اظن مصطفى محمد لو معاه باك رايت زي الشيبي هيطلع هداف العالم، هيطلع هداف العالم، هياخد زي الدبي من جدا يعني. يعني شيبي بصراحه باك رايت اي فرقه تتمناها، مفتاح لعب يعني رئيسي مساهم. انا اظن يعني احسن لعيب في افريقيا السنه دي، ما استبعدش ان هو ممكن ياخدها بصراحه. وحاجه تانية كمان ان هو عارف لو كمال دلوقتي بيقول هو في حته من ارنولد هجوميا بس هو اعلى من ارنولد دفاعيا جدا. الشيبي متكامل، الشيبي اول باك يمين يجي مؤخرا في مصر في اخر 7-8 سنين بعد احمد فتحي، متكامل لعيب. بعد احمد فتحي مش باك رايت اصلا، هو يعني احمد فتحي انا من وجهه نظري اخر باك رايت زي ما الكتاب بيقول جه ابراهيم حسن. كابتن ابراهيم حسن ده اخر باك رايت. لا والله بجد يعني انت قول منتخب مصر كان مين الباكات رايت اللي عدت عليه؟ بركات اصلا مش باك رايت، واحمد حسن مش باك رايت، مش شاطر فيه. في طبعا بس مش زي ابراهيم حسن. لا يعني اخر باك رايت راجل بيدافع وبيهاجم لان احنا عندنا مشكله طبعا زي ما انت قلت كابتن محمد هاني، ما عندناش اوفرات بتتلعب للمهاجمين خالص يعني لانه حل. عندكم كابتن محمد هاني، احنا عندنا ما فيش باك يمين جه من ايام كابتن احمد غانم سلطان يعني. طيب الذكر يعني طيب الذكر انا كنت كان عمله الاسود والله، كان عمله الاسود. ولا كمان كنت عايز تقول حاجه عن بيراميدز. هي بالنسبه للحته بتاعت يوفيتش بس عايز اقول لك فرق مدير فني مذاكر ومحضر للنهائي وبيحضر مفاجاه للمدرب كمان. مدرب بيحضر مفاجاه للمدرب الخصم، لان كاردوزو نزل المباراه ما بقاش عارف يتعامل مع الشكل الجديد اللي بيلعب بيه بيراميدز في المباراه. بس هي بتبقى ريسكي. كان برضه الحلقه اللي فاتت طبعا ريسكي انه حته ان انت تيجي طول البطوله بتلعب بشكل معين وبلعيبه معينه، تيجي في الماتش النهائي مدربين كتيره بتقوم عامله مغيره خطه، مغيره لعيب معين تدخله بعيد ويبقى موجود، فدي ريسكي بحسها. طبعا ريسك، لكن المدير الفني مش هيعملها الا لو هو عارف. دي ميزه ان انت كمدير فاكر لما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن انزاجي والادوات اللي معاه ومش قادر يدرك الامكانيات دي او الادوات دي توديك لحد فين، لكن ده هو عارف ودارس امكانيات كل لاعب وامكانيات الفرديه لكل لاعب توديني فين وتجيب دي منين. ودي الحته اللي انا كنت عايز اخد منها بقى في نفس في حته في وجه شبه ما بين يوريتش امبارح وانزاجي في الفاينل بتاع الشامبيونز ليج، ان انزاجي لما لقى الدنيا قفلت معاه ما كانش عنده المرونه انه يغير طريقه اللعب جوه الملعب. انا ممكن ابقى حاطط الخطه 3-5-2 بس بيحصل ايه؟ بيحصل تنوعات. يعني احنا امبارح لو انا نيجي نتكلم عن بيراميدز، فانت بيراميدز كان بيلعب بكل وضوح 4-5-1. طيب هل بقى لما الهجمه كانت بتبقى البيراميدز كانت بتبقى كده؟ لا كانت بتقلب 4-3-3 عادي. تلاقي قطه جناح يمين طالع والناحيه الثانيه رمضان صبحي طالع، وليد الكارتي بيلعب مهاجم تاني وده سبب الجون التعادل اللي جه في ماتش الذهاب بالظبط، بيلعب مهاجم تاني ورا فيستون مايلي. فانت الراجل عنده المرونه انه وزي ما كمال قال ان الادوات اللي معاه تتحرك جوه الملعب، تفتح له مساحات وبتحافظ على الشكل اللي انا عامله، بتحافظ الشكل. فانا بهاجم بتقلب 4-3-3، انا بدافع برجع 4-5-1 ويعني مطبق واللعيبه مسكره ومطبقه. حاجه تانية انا عايز ارفع فيها القبعه للجهاز الفني بتاع بيراميدز كله، ان الفرقه دي في 3 ايام او في اسبوع في اسبوع انك تلعب الذهاب بتاع نهائي اوروبا نهائي افريقيا، بعد كده ترجع تلعب ماتش في الدوري وتكسب 5-1. انت برضه ما لعبتش ماتش وبعته، لا انت لعبت ماتش واديت فيه وكسبت فيه بنتيجه كبيره، وكانوا مطرود منهم محمد حمدي طرد بالظبط. فانت كان ماتش 1-1 وطرد منهم محمد حمدي، كسبوا 5-1. يعني دي فرق عامل ازاي؟ هو فرق مستويات بالظبط. الحاجه بس هو كان بيلعب سيراميكا كليوباترا مش فرق مستويات، بيلعب فرقه المفروض انها فرقه انا توقعت انها تقع بيراميدز بامانه في الظروف دي وبين ماتشين نهائي توقعت انها تقع بيراميدز. واحنا كنا قلنا ان بيراميدز يعتبر هيبيع الدوري او هيبيع الماتش ده علشان يعني كان المنطقي من غير ما تاخد ريسك ان انت تريح لعيبتك عشان لا الراجل ما عملش كده. الراجل لعب بخط الدفاع كامل، كان بيلعب يعني الشيبي ومحمد حمدي واحمد سامي ومحمود مرعي وراهم الفرقه لعب بفرقه في نص الملعب وفي الهجوم شويه يعني كان بس هو الراجل ده دماغه حاضره، عرف يوزع ويعمل روتيشن للعيبه بصوره كبيره. فهو بصراحه شابولي والجهاز الفني كامل معاه، وهم بطوله عن استحقاق. اظن ده يعني اهم فرد لازم يكمل في المنظومه بتاعه بيراميدز. يعني هم لقوا ضلتهم في المدرب ده بالظبط، ان هو قدر يرجعهم ان يبقى فيه فرقه، ما يبقاش بس نجوم زي ما كان بيتقال فرقه النجوم الناس بتروح عشان تبطل او تاخد فلوس وخلاص، فلوس كتير بالزبط. لكن بقى في شكل وبقى في فرقه يتخاف منها،
طبعا بعد ما كسبوا كمان الميزانيه هتضرب 3 اضعاف. كان عمر بيقول لنا، يعني عمر كان قال ان في تصريح لسالم الشمسي مالك النادي بالظبط، يعني سمعت كده الاخبار يعني قريتها على السوشيال ميديا بصراحه، ان هو هيتربل الميزانيه بتاعت النادي تحضيرا للانتر كونتيننتال. هيتربل كمان هيتربل كمان. عارف الزمالك حاسس بايه دلوقتي؟ انت حاسس بايه صحيح؟ يعني انت بتشعر بايه بعد اللي حصل؟ لو انتوا فاكرين احنا في الحلقه اللي فاتت لما قلت لي انت نعمل نفسك ايه اللي يحصل، قلت لك انا نفسي كمصري ان بيراميدز ياخدها، بس كزملكاوي لا. ايه ده اللي انا كنت خايف منه؟ انت فرقه خلاص يعني هي دلوقتي ما شاء الله ميزانيه محترمه جدا، لعيبه بدل السكواد 1 و2 و3. يعني انا الفرقه الوحيده اللي موجوده في مصر اللي عندها 3 سكواد ممكن يلعب ب3 فرق مختلفه. مش الاهلي، مش الاهلي عنده 2 سكواد. انما بيراميدز 1.5 كده، يعني يمكن دلوقتي 2 دلوقتي 2 بعد الصفقات الجديده والحاجات الجديده اللي دخلت بقى 2. فانت بتتكلم ان بيراميدز السنه اللي فاتت طول السنه هو عنده 3 سكواد. انت عندك رمضان صبحي اتصاب مغاب، ابراهيم عادل نزل كل الطاقم فاهم. ابراهيم عادل اتصاب غاب، عندك صديق أجولة نزل فرقع. صديق أجولة دكة، صديق أجولة ده دكة الدكة، صديق أجولة ده دكة ازاي مش عارف. صديق أجولة هو دكة الدكة مش دكة. في ناس ثانيه عندها شلل اساسي. لا يعني كتير في كتير يعني من السوبر ستار بتاعنا. عارف انا عجبني يورشيتش في جزئيه بسيطه قوي بعد ماتش السيراميكا واحتفال بيراميدز اللي الناس كلها اخدته ترند، وانا بقول لك اهو جمهور الاهلي اول ناس اخدوه ترند، والناس دي بتبرشم والناس دي مش عارف ايه. طبعا كان غريب جدا. انا عجبني ما ينفعش في الوقت ده اصدر للعيبه صوره ان احنا خسرانين الدوري. برضه هقول لك على حاجه، المفروض كابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي كان طلع في تصريحات تلفزيونيه وكان تقريبا مع ابراهيم فايق تقريبا، وقال انه ابراهيم فايق بيقول له في اقاويل ان انتوا هتحتفلوا بعد الماتش لو انتوا كسبتوا. قال ده عبط وعمرنا ما هنعمل كده. بس هو بيقولوا في مصدر من بيراميدز اشرف اتكلم فيها ان هو الاحتفال ده مش احتفال بالدوري، احنا احتفال على نتاج الموسم. بص يعني انت تاخدها يعني. بص هو انت احنا عارفين بيحتفل ليه. طب ما كان الاحتفال لو احتفلوا بس تاخد الخلاصه دي. هو عمل الاحتفال ده عشان نهائي افريقيا، تصدير الصوره والاجواء العامه للعيبه قبل ماتش نهائي افريقيا ب4 ايام. ما ينفعش يكون حزن وهزيمه الدوري. لو كان خسر ما ينفعش، لو كان خسر نهائي كانت هتبقى ضربه. هو لا انا بتكلم هو احتفل عشان السبب اللي انت بتقول عليه ده طرح يعني. لو كان خسر قدام صن داونز حلو كان هيتقال انت شتت لعيبتك لسه الدوري لسه مش اتحسم دلوقتي. ليه؟ هقول لك ليه لا. لان هو بيحتفل. انا لازم اخد مكان وجهه نظر الثانيه. صح جدا. هو بيحتفل بس هو في قرار نفسه عارف ان مش دي النهايه. يعني هو عارف ان ده الاحتفال، كل لاعب بيحتفل بس عارف ان وارد جدا الدوري بنسبه كبيره اصلا الدوري مش معاه بالظبط. بس هو عايز يحافظ على نفسيه اللعيبه بالظبط قبل نهائي افريقيا. ما كانش احتفل اصلا يعني ما كانش خلى الشكل زي ما انتر ميلان عامل ازاي. شفت لعيبه انتر ميلان عامله ازاي بعد النهائي، بعد ما خسروا نهائي الدوري. الدنيا راحت كلها زي ما قلت، كل حاجه راحت فعلا. انا عجبني قوي يورشيتش نعمل حاجه بره الصندوق. على فكره اي مدير فني تاني يخاف ليه؟ ده احنا هنبقى ترند. احتفل جدا ترند. احنا هنضحك علينا دي. انا شايف ان بس مدير فني انا عجبني قوي، ولو مصري والله ما كان يعملها. يقول لك ده احنا هنبقى ترند خالص. ما حدش قال كده ابدا. برافو عليك. لكن هو الاجنبي لا ليه دعوه بالضغوطات ولا السوشيال ميديا ولا الكلام ده كله. اللي انا شايفه انسب للعيب ده افضل لعيب تعمله. طب انا عايز اسال سؤال بس. دلوقتي بيراميدز حقق اخيرا البطوله. الناس كانت مستنيه بتقول بعد 6 سنين او 7 سنين ما خدش دوري وشارك في افريقيا وما عملش حاجه. خد خلاص افريقيا بعيدا عن الدوري ايا كان اللي هيتحكم فيه، وخلاص داخل انتر كونتيننتال وداخل كاس العالم 2020. سيبك من ده، نهائي كاس العالم برضه عادي. لكن انا بتكلم انه دلوقتي بيراميدز هل في حاجه لسه ناقصه؟ نادي لسه طالع بقاله 6-7 سنين. الجماهير يعمل ايه عشان في يوم من الايام نلاقي ان في جمهور لبيراميدز؟ بص اقول لك حاجه، انت يعني هي الفكره كلها انت ازاي هتعمل جماهير. دي احنا مشكله عندنا في مصر حاليا ان احنا معظم الانديه بقت انديه شركات. ماشي. فدي حاجه مش جماهيريه. الانديه الجماهيريه هي انديه المحافظات. يمكن احنا مختلفين عن اوروبا. يعني اوروبا بنشوف في لندن لغوا لهم الهبوط السنه دي. يعني 10 لغوا لهم الهبوط السنه عشان 10 فرق في الاخر عشان يبقى كلهم ليهم جمهور. طب احنا في مصر هنا انت عندك هو 5-6 انديه على صوابع الايد. يعني انت تتكلم في اسماعيلي، غزل المحله، مصري، اتحاد، اهلي وزمالك. صح. دول اللي ليهم جماهير. طيب انت عشان تكسب جمهور تعمل ايه؟ في فكره طرحت انا قريت عنها بس ما اعرفش ما مدى صحتها، ان بيراميدز قرر ان هو خلاص هيسيب ملعب الدفاع الجوي،
هيروح ياخد استاد بني سويف ويقول لك انا ابقى الفرقه ممثله للصعيد. فجماهير الصعيد يجتذبهم. يمكن الشباب الصغيره اللي طالعه دلوقتي لما بص زي ما كلنا بدانا نتفرج على كوره واحنا صغيرين، انت عارف في وقت مثلا انا بدات اتفرج كان الزمالك بياخد الدوري وبياخد وغير ده افريقيا وبتاع. سيتي دلوقتي بقى ليه جماهير. انا بتكلمش يعني في انجلترا بقى ليه جماهير بره بالظبط، يعني بقى ليه ناس بتحب تتفرج على السيتي عشان بقت فرقه بتلعب وبتكسب وبتأدي اداء حلو. هو جابوا جوارديولا طبعا كعامل جذب، في ناس كتيره مجانين جوارديولا، انا منهم مجانين جوارديولا يعني. لكن في الاخر بيراميدز اظن انه زي ما انت قلت لازم ينتمي للمحافظه بشكل ما. يبقى عنده ناس هي مستنيه ماتش بيراميدز تحضر الاستاد، مش لازم تملى الاستاد كله في البدايه، لان اظن الموضوع ده على اللونج ران. لكن هل هيجي في يوم من الايام يبقى ليهم جماهير فعلا؟ لو فضلوا ماشيين بالمومنتم اللي هم ماشيين بيه مؤخرا. دي الحته اللي انا كنت عايز اكلمك عليها، اللي هي الحته الاداريه اللي اتغيرت برضه في بيراميدز مؤخرا. هيبقى ليهم جماهير. الحته الاداريه اللي هي ايه، انت بيراميدز لما اتعمل في 2018 لما اشتروا الاسيوطي وتحول لبيراميدز وبتاع، وفكره كان مستشار تركي آل الشيخ دخل واللي احنا طبعا مكايدات ومزايدات قدام الاهلي والكلام ده كله، واشترى لعيبه النجوم وبجيب اسامي وفلوس، حط زي ما انت عايز قول زي مفتوح. اللي حصل اخر سنتين ايه، بيراميدز بقى بيجيب احتياجاته بمعنى ايه، انا محتاج اللعيب الفلاني في الحته الفلانيه كبديل، او محتاج اللعيب الفلاني في الحته الفلانيه كلاعب اساسي. فبدا الصرف ما يبقاش بالصوره الكبيره، بدات اجيب اللعيبه اللي انا محتاجها بس. عادي ان انا ممكن افرط في لعيب كبير زي عبد الله السعيد مش محتاجه، بقى عندي اللي يعوضه، فاهم قصدي؟ فبيراميدز مشي في الحته دي بصوره كويسه، ودي الحته المشابهه لفكره باريس سان جيرمان، فكره المشروع ان انا مش هعتمد بقى على نجوم واسامي كبيره وخلاص، لا انا هجيب اللعيبه ستيل في مصر هنا. اللعيبه اللي في بيراميدز كلها هي انت عارف انا ليه بقول لك كده، لان هو يعني زي ما انت قلت، هو اصلا يا كمال برضو تبقى معانا انه لحد دلوقتي هو معادي انديه بعينها، معادي جماهير كتير. فانا دلوقتي مش في موضع ان انا عادي حد، انا عايز اكسب الناس. ممكن بقى دي لو يعني دي هتساعده، وكمان مثلا يبقى برضو يعني يبقى معانا في القصه دي ايه اللي يخليه يجذب الجمهور ليه. يعني هل كان في ناس بتتكلم انه يعمل عضويات مثلا، بلاش نادي، يبقى فيه نادي اجتماعي بعضويات وهكذا؟ لا الرأي اللي انت قلته عمر قاله، فكرة ان النادي ده لازم يتابع المحافظة، فكرة ان انت تروح بني سويف تعمل تجديد لملعب بني سويف وتاخد المحافظة دي تبقى هي الاساس بتاعك، او هو ده مكانك اللي انت هتلعب فيه، فكرة ممتازة. اعتقد ما فيش اي انديه في الصعيد، هي دي بس الحاجه الوحيده اللي هي هتخلي ليه برضه يعني. انا جالك بقى في الكلام. ما فيش اعتقد انديه في الصعيد ليها فريق تقيل موجود دايما في الدوري. كل انديه الصعيد بتعاني، وكلها فرق الدرجه الثانيه، ولو فريق صعد فيقول لك انا اعرف في ملعبي في الصعيد ففلوس طيران، فتلاقي الموضوع صعب جدا عليهم بدنيا وماديا. لا ما فيش موضوع صعب جدا. فكره حتى بني سويف، عشان اسوان شوف المسافه قد ايه، لكن بني سويف بينه وبين القاهره ساعه ونص، فمش بعيده ومش مكلفه. في نفس الوقت انت رحت المحافظه قريبه جدا للقاهره، في نفس الوقت عايزه يبقى ليها وجود جماهيري في الدوري. فكره ان بيراميدز ياخد استاد هناك، الفريق زي بيراميدز كل ما يلعب ماتش، انا لو قاعد فاضي النهارده بيراميدز يلعب ماتش بالليل، وبدل ما اخرج ما اروح قهوه على حاجه، ايه اللي خلينا نروح؟ يعني انا مثلا عندي فكره، هل مثلا هو محتاج، هنقول حاجه ممكن تتعمل، ان هو الاداره تعمل زياره للنادي الاهلي، تعمل زياره لنادي الزمالك؟ ان احنا ما عندناش مشكله. لا انا بتكلم يعني الناس اللي عمرها ما هتشجع بيراميدز في الوقت الحالي، جمهور الاهلي. فانت هل انت محتاج؟ معلش، لا انا جمهور الزمالك عمرهم ما هيشجعوا بيراميدز على لونج تيرم يعني. لكن ما بقاش ان في عداوه بالشكل ده طالما انت ما عندكش جماهيريه. يعني الفرقتين اللي بيبقى انا فرقه عندي جمهور وانا فرقه عندي جمهور، عادي ان انا اعاديك، انا عندي اللي هيبقى معايا. انما لو نادي بيراميدز دخل في مشكله جماهيريه هيبقى خسران فيها طبعا. اكيد يبقى الحل ان انت تعمل لنفسك قاعده جماهيريه، مش ان انت تحاول تتصالح مع الانديه الجماهيريه. لا يمكن اهلي ولا زمالك يسفوا لك في يوم من الايام، صح؟ ده انت منافس ليا، على الاقل ما يبقاش في التصريحات العدائيه اللي هي دايما موجوده بين الناديين. يعني ده قصدي والله هتفضل موجوده. دي شاف الريال والبارسا، ده جماهيري وده جماهيري، اهلي والزمالك ده لا ده عادي ماشي، موجوده برضه بين الاهلي والزمالك، فعمرها ما هتخلص طول عمر ما بيراميدز. لا بس كان في فتره بين الاهلي والزمالك
الدنيا هاديه ومفيش حاجه. ما هو محتاجين يهدوا الدنيا كده. ممكن بقى دي يبقى ده اللي ممكن يحصل، بس هل ده هو اللي هيبقى المنوال اللي ماشيين عليه على طول؟ لا طبعا هو مش ده البيز. لا طبعا طبيعي. بيراميدز ما بتكلمش ده يبقى ازاي. هو الطبيعي ان انت تعمل لنفسك قاعده جماهيريه. بالظبط. دلوقتي بيراميدز هيعمل ايه؟ هيهدي اللعب لانه خلاص خد بطوله. هو ممكن يكون الفتره اللي فاتت دي كلها بيعادي كله بيكمل كله ان هو شايف ان هو مظلوم وان هو الدوري كان في ايده وانه طار منه بسبب انكم مش بتطبقوا، مش عشان ما نخش في القصه دي تاني. فعشان كده كنت هتلاقي ان دايما التصريحات عاديه. هاني سعيد لما يطلع يتكلم يقول لك انتوا ظالميننا وانتوا مش عايزين نلعب باسم مصر، مش عايزين تاجلوا لنا الماتش وي. بس انت دلوقتي كسبت بطوله. انت عندك كمان 3-4 ايام انت كده هتهدى. وعايز اقول لك حاجه، هو لو كسب الفاينل بتاع الكاس اللي جاي ده هيهدى هدوء تام بقى. فاهم يعني؟ والله انا كده كزملكاوي متوقع ان هم هيكسبوا في فاينل الكاس يعني على الورق طبعا ما فيش مقارنه بصراحه. على الورق ثانيه شويه او نظره بعيده شويه. لما بيراميدز يعمل يبقى ماتشاته في استاد بني سويف مثلا، زي ما قلت لك بدل ما اروح القهوه بالليل في ماتش النهارده البيراميدز اروح بيراميدز لما يبقى بني سويف وتذاكر مخفضه بقى وحاجات كتير. بيراميدز هيجيب لي الاهلي يلعب في بني سويف. انا كواحد عايش في بني سويف الله على لعيب الاهلي يجوا يلعبوا عندي بني سويف في استاد بني سويف واروح اتفرج عليهم في الاستاد حتى لو هشجع الاهلي او بيراميدز. بس بيراميدز هو اللي جاب لي الاهلي، هو اللي جاب لي الزمالك. الانديه دي لما تيجي الانديه الجماهيريه زي ما كان بيحصل في المحله. الله ينور عليك. محله واسكندريه بالظبط. الانديه الجماهيريه دي لما تجي لك الاتحاد يجي لك الاسماعيلي يجي لك الاهلي يجي لك الزمالك يجي لك، بالنسبه لناس كتير جدا في محيط استاد بني سويف لقمه عيش وجات لك. اللي عنده معلش بتكلم بره كويس اللي عنده مطعم اكل هيشتغل، التاكسيات كابتن مدحت شلبي زمان كان بيقول لك الدنيا تشتغل. الله ينور عليك. اللي عايز يبيع اعلام بتاع الاعلام كابتن مدحت شلبي كان بيقول انت عاطفيا لما تلاقي ان في وجود بيراميدز ده بيجيب لك انديه وبيجيب لك شغل ايا كان شغلانتك ايه سواء تاكس او بياع وده كله، انت تتعلق عاطفيا بالنادي دوت. ولو النادي كمل وخد بطولاته وكسب وبقى بينافس وبيعمل خلاص بقى ليه قاعده هنا. يعني هو مش هيبقى من الانديه اللي هي فجاه ظهرت معاها فلوس كتيره بتصرف. كان في حد يعني انا برضه مش متذكر بس تقارير صحفي يعني ان في انديه في افريقيا طلعت كتير ما عندهاش جماهيريه ومعاها فلوس كتير وخدت بطوله افريقيا سنه واثنين وباي باي. بص باي باي يعني. بس انا بصراحه شايف ان بيراميدز لا يعني هو بيراميدز لو احنا هنتكلم فيها سبحان الله يعني هو ماشي بالمومنتم السليم بتاع كل حاجه. انت طلعت كفرقه بدات بتنافس، دخلت كونفدراليه ما خدتهاش، السنه اللي بعدها دخلت كونفدراليه وصلت فاينل ما خدتهاش، بعد كده مشيت بعد كده لدوري ابطال افريقيا. اول موسم منه خرجت من مجموعات اصلا ما تاهلتش، مع ان مجموعته كانت اسهل بكتير من مجموعه السنه دي. فدخل بعد كده في الفيز 2 اللي هو بقى دوري ابطال افريقيا برضو تاني السنه دي، وصل لعمل ايه ان هو وصل فاينل خد البطوله. فهو السنه اللي فاتت خد بطوله الكاس كاول بطوله ليه، السنه دي بينافس دوري وخد افريقيا واحتمال كبير ياخد الكاس، هيخش بعد كده على سوبر افريقي وانتر كونتيننتال. فاهم؟ فاللي هو ماشي بالمومنتم الصح المختلف عن الطبيعي. طب انا هقول حاجه مجنونه شويه يعني في برضو يقال ان الاستثمار هيتفتح استثمار في الرياضه ان ممكن نستثمر كل الانديه. اتمنى. طيب احنا كده تقريبا اتكلمنا عن كل حاجه تخص بيراميدز. الحدث الثالث اللي عايزين نتكلم عليه تعيين الاهلي المدير فني جديد اخيرا رسميا. الراجل نزل التمرين الحمد لله وموجود بالجهاز بتاعه معاه كابتن حماد النحاس. انا عايز اسالك سؤال قبل ما نخش في الموضوع. كان المفروض المصري اللي يبقى موجود من وجهه نظرك كابتن حماد النحاس ولا كابتن محمد شوقي؟ انا كعمر شايف كابتن محمد شوقي. وانت كمان؟ الاثنين ممتازين، بس فكره ان انا اوجه شكر لعماد النحاس واقول له بره الجهاز بره التيم بعد العمل وفي اصعب فتره. لا محمد شوقي جاب لك الدوري صعب اقول لعماد النحاس بالسلامه. لا عماد النحاس. طيب انا وجهه نظري ان انت ما ينفعش مدير فني يمسك مدرب عام. بالظبط. انا دي اللي كنت لسه هقول لك فيها. انا كنت شايف ان كابتن رقم واحد رقم اثنين محمد شوقي بالظبط كادر مهم جدا جدا تحطه في الفرقه دي يقعد زي كابتن سامي مصطفى قعد سنين كتير، لانه في يوم من الايام محمد شوقي هيبقى مهم كادر فني موجود في الاهلي بصراحه. لكن كابتن عماد النحاس طبعا انا ما بتكلمش على اي حاجه، انا بتكلم ان هو كان راجل ماسك مدير فني للاهلي، مسك كذا فرقه يعني بس مدير فني للاهلي يعني سيبك من فتره مؤقته بتاعت الاهلي. هو الراجل عماد النحاس لا يعني مسك اسوان وشرقيه وطلائع يعني مسك فرق والراجل اشتغل. لا غير دول مش يعني انا قصدي ان هو مسك الاهلي خلاص ما رجعوش مدرب عام بالظبط. دي وجهه نظري. وانا مش شايف انه مش عيب يرجع مدرب عام لو مدير فني اجنبي يتعلم منه وياخد بعض الحاجات اللي ناقصاه. ما هي دي القصه. وارد جدا يكون عماد النحاس بيتجهز انه يكون مدير فني دايم للنادي الاهلي كمان سنتين. لا صعب ما اعتقدش. انا مش شايف صعب مش كده ابدا مستحيل. ما اعتقدش ان طيب انا برضه جايز يكون الاهلي بيجهز لكده. اتكلمنا بقى كمان عن المدير الفني الجديد الاهلي ريفيرو. طيب هل هو هيقدر
يعني لان هو بقى جاي، احنا كنا اتكلمنا اول حلقه خالص ان الاهلي لسه ما عينش مدير فني وهيلحق ولا مش هيلحق عشان كاس العالم للانديه. البطوله الاهلي بيحضر لها بقاله سنتين، انت جبت مدرب قبل ما تبدا البطوله باسبوعين، اسبوعين او اقل كمان. مظبوط. وما عندوش ماتشات غير ماتش باتشوكا، اول ماتش خلاص انت مسافر يعني. كلمنا بقى عن المدير الفني هيقدر يعمل. انا مش هتكلم عن السي في بتاعه، الحاجات دي كل اي حد يخش يجيبها، السي في يدرب مين مش عارف الكلام ده كله. لكن الراجل ده كل ما بيتسال لما يجي يمسك فريق جديد بيقول لك كلمه واحده بس: ماي ورك ويل سبيك فور مي. شغلي هيتكلم عني. يا ريت. الظروف اللي جه فيها في اورلاندو بايرتس في الاول شبه الظروف اللي جاي فيها النادي الاهلي. لما جه اورلاندو بايرتس واورلاندو تعاقدوا معاه من مدرب لفريق في فنلندا، اقصى شمال اوروبا، يعني مالوش علاقه بالكوره. غريبه قوي فعلا. اتعرض لهجوم شديد جدا جدا من الصحافه جنوب افريقيا، من جماهير اورلاندو. مين ده وانتوا جايبينه يجرب؟ ده سباك، ده مش عارف ايه الكلام ده كله. عايز اقول لك ان حتى في لعيب في خط وسط الفريق في وقتها تنمر عليه او يعني قلل من المدرب نفسه. لكن جه قال الجمله دي بس، قال الجمله دي. عنده مقدره حلوه قوي في التعامل مع الضغط الجماهيري والضغط برافو عليك. فكون اتحط في الظروف دي مع اورلاندو ونجح. مختلف يعني اورلاندو حاجه طبعا ليفل غير الليفل، لكن هو اتحط تحت ضغوطات جماهيريه مهم جدا. المدرب يكون اتعامل مع الضغوطات الجماهيريه بالظبط. فجه قال لك انا شغلي هتكلم عني. فبرضه لما جه الاهلي، عايز اتكلم هنا بس عن تقارب الظروف. برضه جه الاهلي اعتقد بنسبه كبيره جدا جمهور كتير مش راضي عليه. بعد ما كنت بتقول مارك روزا ومدرب لايبزيج ومش عارف ايه، فجاه لقيتك بتنزل لي تحت المدير الفني يمكن اقل بكتير جدا من المتوقع. حتى كسيفي وكارقام اقل بكتير جدا. الجمهور كله مش راضي على فكره عليه، وجايبه في وقت صعب. ده بالنسبه بشكل عام كده للكاركتر بتاع المدرب. مدرب يمتلك شخصيه قويه جدا، مدرب التزامي بشكل كبير جدا، ما يقبلش تمام باللعيب اللي ممكن يعمل له مشاكل او فوضى في الملعب او في اوضه اللبس. ده هيبقى بلاك ليست بالنسبه له. هيقعد قفشه يعني عادي جدا يعني. كده كان قاعد غلبان اصلا. فالمدير الفني عايز اقول لك الشخصيه دي مطلوبه مع كميه النجوم اللي عند النادي الاهلي، مطلوبه جدا. دي كنت عايز اتكلم فيها برضو، كميه النجوم اللي جايه دي هو يقدر يتعامل معاها من خلال كشخصيته يقدر. بس انا مش عارف صراحه هل هيقدر ولا مش هيقدر، لسبب لان هو مش شايف ان في اورلاندو بايرتس تتعامل مع النجوم بالصوره الكبيره اللي جايه دي. سبيشال ان احنا عندنا في مصر النجوم دي بتتنجم زياده يعني. صح. حتى لو هو نجم بنسبه 10% فهو بيبقى نجم. بس هو جاي بقى على نجوم منتخب مصر، هو جاي معاه منتخب مصر بالظبط. فهي دي الفكره. فهل هو هيعرف يتعامل مع النجوم دي بالصوره الكبيره ولا لا؟ بصراحه والله احنا كنا نتمنى مدير فني اسم اكبر، يعني اكون صريح معاك عشان يقدر اصلا. يعني في مدير فني انت تبص لاسمه بس غصب عنك بتحترمه اساسا. صح. ده لو اسمه تقيل فكنا نتمنى دي، لكن انت ما قدرتش فانت جبت. طب الراجل ده كشخصيه شخصيه بتكلم معاك كشخصيه او ككاركتر شد وربط والتزام. جايز على فكره، جايز اللي انا بقول لك ده مع الاهلي يفك. بس انا بتكلم في اللي احنا شفناه واللي احنا دورنا وجبناه عنه بالظبط. فنيا بقى في الملعب الراجل ده بيلعب 3-4-3 وبتتقلب ل 4-3-3 او العكس 4-3-3 تتقلب ل 3-4-3. طرب على ودني والله 3-4-3 دي طرب على ودني والله. انا نفس الكلام والله جدا. انا نفس الكلام. عشان هنا ممكن تستنتج فكره ان اهم لاعب ممكن يكون في منظومه الراجل ده حمدي فتحي الليبرو. الله ينور عليك. جاي كاس العالم بس وماشي. خلينا في فتره كاس العالم بس، بعد كاس العالم كل مقام المقال اللي بنشوف بقى بعدها. اصل هو نفس القصه، لو الدنيا مش معاه في كاس العالم ده كويس، مش هنقول ان هو يوصل على الاقل يعدي الدور الاول بالظبط. الموضوع ممكن يفرق. ممكن تلاقي حمدي فتحي مكمل على فكره، ممكن تلاقي حمدي فتحي مكمل، قال يشتريه بقى خلاص ويفضل مكمل. ده وارد. فهو بيلعب 3-4-3 او 4-3-3. الراجل ده هجومي بضراوه، مش مدرب دفاعي وحتى بيلعب الكوره متوازنه، مدرب هجومي. حتى انت ممكن تتفرج على ماتش اورلاندو ضد بيراميدز ماتش العوده، تقدم مره واثنين ومع ذلك بيهاجم. هو ما بيحبش الدفاع، ما بيعرفش طريقه الدفاع. حتى لما اتسال قال لك بيب جوارديولا هو مثل الاعلى. صريح الراجل جاي يخلص. بيب جوارديولا مثل الاعلى. طب طرق بناء اللعب عنده رقم 1 ثم رقم 1 ثم رقم 1. حارس المرمى يكون بيعرف يلعب برجليه. يعني هنشوف مصطفى شوبير اساسي بعد كده. اتمنى شغل بقى محمد الشناوي من الربيع ده بقى كفايه منه. حارس المرمى لازم يكون بيلعب برجليه، وتلاقيه بيتقدم مش عند منطقه، بيتقدم عند منطقه جزائه، وعادي جدا يتقدم عند منطقه خط الوسط، منطقه خط وسط الملعب او الدايره بتاعت وسط الملعب. يعني على كلامك كده الشناوي في خطر طبعا. لو الراجل له الصلاحيه ان هو يقعد ويلاعب طبعا. لما كان حارس اورلاندو بيحضر لعب واخطا في تمريره تسببت في هدف صريح، واتسالوه بعد المباراه عن خطا حارس المرمى، قال لك حارس المرمى مش مسؤوليته انه ينقذ اهداف بس، مسؤوليته انه يساعدنا في تسجيل. هو بيشارك في بناء اللعبه اكيد يعني. بالظبط. ده عايز اقول لك حارس المرمى عمل اسيست في الدوري الجنوب افريقي، كره طوليه للمهاجم استلم حط جول يا مسهل، لانه بيروح لمنطقه وسط الملعب. طب السنتر باكات بيبقوا فاتحين جنبه، الباكات الباك اليمين والشمال طايرين، بمعنى كلمه طايرين، فاتحين الخط قدام جدا عند منطقه جزاء الخصم.
يعني كده كمان لو الكره اتخطفت في بنايه اللعب الله ينور عليك. دي اكبر سلبيه عند المدرب ده. الكوره لما بتتخطف بنسبه 95% انت بتسبب الهدف، لان ما يبقاش في عندك غير هم 2 بس الدفاع، باقي الفريق كله طالع لقدام كله. عشان كده بقول لك مدرب بيهاجم بضراوه. طيب من اهم طرق اللعب عنده او طرق صناعه الفرص طريقه الاوفرلود ايزوليشن، اللي هي بيجمع دايما اللعب ناحيه اليمين وينقل ناحيه الشمال او العكس. يجمع ناحيه الشمال ويخلي وداه ناحيه اليمين. عايز اقول لك الوينجات هياكلوا عيش حلو قوي مع المدرب ده جوزيه كان بيعملها زمان كمان. برافو عليك. الوينجات هياكلوا عيش حلو قوي معاه، ده لدرجه ان هو تعالى تخيل معايا ان الكوره ما عندناش اكتر من الوينجات يا عم كمان. بالظبط ما عندناش اكتر من الوينجات بالظبط كده. تخيل معايا ان الكوره ناحيه اليمين وفي تجميع لعب ناحيه اليمين، وتخيل معايا الكوره ناحيه اليمين ناحيه محمد هاني مثلا وطاهر بقول مثلا، والناحيه الثانيه في محمد شكري واشرف بن شرقي. بيطلب ان شكري يضم المنطقه وسط الملعب. ليه؟ عشان ياخد ما هو شكري هيبقى معاه المان بتاعه اللي هو الوينج بتاع الفرقه الثانيه. ثانيه واحده بقى عشان احنا المفروض هتعدل دلوقتي. انا هبقى هلعب 3 4 3 4 3 3 مع الاهلي لان ما عندكش وينج باكات اقوياء، والراجل ده اهم سلاح عنده الوينج باكات. طب في وجهه نظر تانية ان كابتن حسام حسن بيلعب في المنتخب تريزيجيه وينج باك ناحيه الشمال، زيزو وينج باك ناحيه اليمين، وعاملين اداء هجومي يعني هو تقريبا لان احنا هقول لك بس انا فاهم والله انا بقول لك وجهه النظر الثانيه حته ايه ان انت هيبقى عندك نفس المشكله اللي كانت في المنتخب، هتقعد مين على الدكه. فالشكل المناسب ليك وانت بقى كمنتخب مصر وبتنزل وبتلعب على ارضك فبتدوس وبتلعب قوه ضربه هجوميه. انت في الاهلي عندك نفس الاسطمبه طبعا، نفس الاسطمبه ونفس الناس يعني هو زيزو وتريزيجيه ووسام وامام عاشور، قصه كبيره. يعني هو مثلا ليه ما يلعبش بزيزو ناحيه اليمين وينج باك وشمال تريزيجيه وبقى في نص الملعب؟ يعني الاختيارات كتير بس ليه دي ما تتلعبش؟ معاك تلعب بلاي ستيشن؟ لا بلاي ستيشن معاك اللي انت بتقول ده طريقه لعب بلاي ستيشن ما ينفعش. بس انت ما ينفعش تقعدهم، اكيد مش جايبهم عشان تقعدهم. ما هو دي هنا اصلا اداره النادي الاهلي، انت يا تجيبليش لعيبه اصلا والعب بامام عاشور مهاجم صريح، يا تجيب لي ترسانه لعيبه المدرب مضطر يتعامل مع كل دول. ايوه عشان اصالح الجماهير بعد ما زعلتهم. ما هو بالعكس. طب ثواني، طب هل يعني في منظومه 4-3-3 مفيش مكان يعني ما الملعب ما يستحملش الفرقه دي كلها بالشكل ده؟ لا لازم تقعد لعيبه، وخلي بالك مش عيب انت يبقى عندك لعيبه قويه جدا على الدكه تقدر تغير لك الماتش الشوط الثاني، لكن هنا الجزئيه بتاعت المدير الفني ازاي تقنع اللعيب ده ان يقعد على الدكه وهو راضي وان ينزل يغير لك الماتش، ما يبقاش قاعد على الدكه وهو ناقم او هو متضايق. طب انا كسوبر ستار كبير كده شايف بصراحه هسأل على حاجه، انت من خلال المتابعه يعني للراجل ده، مين اللعيب في الفرقه دلوقتي انت حاسس ان هو هينفجر معاه؟ مش لازم لعيب واحد لو اكتر. المهاجم بيخلق فرص كتير جدا بحكم ان هو مدير فني هجومي جدا، بيخلق فرص كتير قوي للمهاجم، فان كان من المهاجم هيشتغل معاه بشكل كويس جدا. الوينجرز طريقه الاوفرلود ايزوليشن دي زي ما بقول لك ان هو بيجمع اللعب ناحيه اليمين، فيبقى الدفاع الخصم كله مايل عندك ناحيه اليمين، فتقوم في لمسه واحده مغير اللعب ناحيه الشمال. لاشرف بن شرقي بيبقى دايما 1 على 1. فسواء بن شرقي او تريزيجيه فكره ال1 على 1 هو مش عايز غير دي 1 على 1 سيبنا نتصرف بالظبط كده، او حتى زيزو بالسرعه. فمين اقول لك المهاجم والوينج اليمين والوينج الشمال يعني بالتحديد. وسام ابو علي هيبقى فيه نسخه يعني ان شاء الله قويه جدا باذن الله يمشي ان شاء الله باذن الله يمشي. ليه اشرف بن شرقي اعتقد هيبقى فورمه قويه جدا جدا مع المدرب دوت. لو كان عندك وينج باكات قويه ناحيه اليمين وناحيه الشمال يعني انت بتقول ان بن شرقي يلعب على تريزيجيه ناحيه الشمال مع خوزيه فيرو. مع خوزيه فيرو لانه مدرب هجومي، مش نوعيه المدرب اللي هو في دفاعي فانا عايز تريزيجيه عشان يرتد ويعمل لي الزخم الدفاعي في المسانده الدفاعيه. لا هو مدير فني زي ما بقول لك هو هجومي جدا، مدرب دايما استباقي، مدرب دايما بيهاجم. ما تريزيجيه يعني فدايما هيحتاج اللاعب المهاري اكتر. المهاري اكتر. هو تريزيجيه فود ورك اكتر يعني جراي اكتر، لكن مهاري لا بن شرقي ولا يمكن مدرب زي ده لا انه يقعد دكه عادي. تريزيجيه يقعد دكه وبرضه خلي بالك تريزيجيه يعني بعيدا عن السن عشان بس احنا كونسبت السن ده لا تريزيجيه ملوش دعوه بالسن خالص. تريزيجيه بس قصدي بس ما بشككش ان تريزيجيه فت لان بالدليل ان هو اللي بيشيل المنتخب يعني فتره حسام تريزيجيه اللي شايلها. بس انا بتكلم ان انت لا يعني عندك بن شرقي هيدي في الحته اللي كمال كان بيتكلم عليها اكتر من تريزيجيه. فتريزيجيه اللعيب اللي عنده حته ان انا لو نزلت كبديل بغير لك الفرقه، هي دي موجوده في تريزيجيه. طب انا هسالك على حاجه بقى، مين اللعيب اللي انت شايف ان هو ممكن من الاساسيين الموجودين دلوقتي يبقى بره التشكيله بتاعه ريفيرا؟ الاساسيين الموجودين حاليا في الاهلي هو طاهر محمد طاهر طبعا هيقعد بره، بعيدا عن ان انا مقتنع بيه السنه دي جدا بس اكيد مش هيقعد زيزو. لا انا ما بتكلمش عشان جه زيزو، انا بتكلم في طريقه لعب الراجل. في طريقه لعب الراجل ما انا بقول لك مثلا اتفق يعني انا شايف ان طاهر محمد طاهر يبقى مش هيلعب
ممكن مروان عطيه، ان الراجل حاسس ان هو مقتنع بديانج وان هو شاري ديانج قوي، فدول شايف ان هم اتنين ممكن واي ما يبقاش حد ليهم يعني ملهاش دعوه بمين اللي مع ديانج. اي يعني حد عاقل سوي نفسيا يلعب ديانج على اي فانا فيلم. شايف ان دول الاثنين اللي ممكن يفقدوا فرصتهم كلعيبه اساسيه في الاهلي. بس صعب على مروان عطيه، يعني حتى مروان عطيه في تشكيله حسام حسن هو الديفندر الوحيد بالظبط. انا بشوف ان هو كان الفتره اللي نزل فيها مع الاهلي كان مستواه نزل، كان مع المنتخب بيأدي اداء عالمي، هو لوحده في نص الملعب. مفيش لعيب بيفضل يأدي بنفس المستوى طول الوقت. انا بتكلم انه حتى لوحده يعني في الاهلي بيبقى فيه معاه امام اثنين او اكرم توفيق بالظبط، انما هو يعني ما متساب في الطل لوحده مع المنتخب. هم دول الاثنين اللي ممكن يفقدوا فرصهم مع ريفيرو. طيب لانه حتى في ال4-3-3 مع ريفيرو دايما بيطلب من الباكات زي ما قلت لك في عمليه اضطراب الكره، الباكات بيفتحوا على الخط ويبقوا حرفيا وينجرز، فالوينجات اللي قدام الوينج اليمين والوينج الشمال بيضموا لجوه، فكل ما الوينج يضم لجوه يضم لعمق الملعب انت بتطلب ان الوينج ده يكون قوير اكتر منه جراي. عشان كده انت بتتكلم بقى على زيزو، بتتكلم على بن شرقي، لا ينفع تتكلم عن طاهر ولا اللعيبه اللي هي لا بس زيزو الخط هيسيبه للباك خلاص. زيزو بياخد الخط بيخش يعني خلاص، هنا يبقى معانا تبقى مشكله بينه وبين محمد هاني. دي اول مشكله. في مشاكل كتير هتواجه على فكره خوزيه ريفيرو. المشكله زي دي زيزو وهاني مين ياخد الخط ومين يضم لجوه. خلي بالك دي مشكله اصلا موجوده في الاهلي على طول، اما ان برضه طاهر مش من اللعيبه اللي بتكسر لجوه، وحسين الشحات مش من اللعيبه اللي بتكسر لجوه، فهو دايما يعني يمكن الشحات احسنهم شويه في الحته ان هو بيقطم الانسايد فورورد، بس ستيل برضه لعيبه الاهلي الجناح اللي هو الجناح اليمين ده دايما عنده مشكله ان هو بيلعب لبره ما بيلعبش جوه. فدي يعني ليه؟ لان دايما مؤخرا في اخر 3-4 سنين انت بتلاقي ان الجناح اليمين اللي بيلعب في الاهلي بيلعب برجله اليمين، هي دي المشكله يا جماعه. دايما اللعيبه عشان ما كانش عندنا وينج اشول يعني بالظبط. فانت دلوقتي انت الفكره اللي جمال بيتكلم فيها ان الباك هو اللي يفتح على الخط والتاني يعمل انسايد فورورد، دايما لما اللعيب بيلعب بالرجل العكسيه يعني زي مثلا في بيراميدز تلاقي مصطفى فتحي بيلعب برجله الشمال فبيقطم لجوه فالشيبي بيطلع العاديه اللي هي العاديه الستاندرد. الناحيه الثانيه لو في الاهلي مثلا نلاقي بن شرقي او تريزيجيه بيلعبوا باليمين فبيكسر، فكده كده الباك اللي وراه بس خلي بالك زيزو لعب حته العمق دي مع الزمالك لما كان بيسيب الخط اعتقد لعمر جابر بالظبط، وكان بيدخل هو لجوه رغم انه بيلعب برجليه اليمين، بس كان بيمتازن بميزه التسديد. كان بيعاني بس ميزه التسديد في قلب الملعب بيعاني بس هتعمل ايه؟ ففي مشاكل كتيره تواجه خوزيه ريفيرو لازم يتعامل معاها، واعتقد ماتش باتشوكا هيعكس لينا جدا الراجل ده هيلعب ازاي، ونقدر نبدا نتكلم تحليليا بقى للجميع بعد ماتش باتشوكا عشان يبقى في اساس نقدر نستند عليه ان شاء الله باذن الله. يعني في قبل كاس العالم للانديه وخلال البطوله هيبقى في حلقات مخصوص للاهلي، تحليل الفرق اللي بتواجه الاهلي وشكل الاهلي اصلا في كاس العالم للانديه. طيب اخر نقطه في الحلقه هنختم بيها يعني دي كمال هو اللي مقترحها. قدمها انت يا كمال، قدمها انت. طيب احنا هنثبت فقره كده في اخر كل بودكاست. المره اللي فاتت كنا اخترنا افضل 11 لاعب، والمره دي هنختار مش افضل لا اسوأ 5 انديه خذلوا جماهيرهم السنه دي. حزاب. يلا بينا نبدا يا عمر. نبدا عمر ولا حزاب؟ ماشي ابدا انا. احنا بنتكلم هتبدا بالترتيب 5 4 اسامي بس يعني خلينا اسامي عشان ايه نختم يعني 5 ده اسوأ واحد قوي ولا لا اسوأ واحد رقم 1 اسوأ واحد رقم 1. طيب ماشي. طيب بالنسبه لي 5 يعني هقول ريال مدريد خذلنا كجماهير مدريد. 4 سيتي السنه دي مش ده اللي كان متوقع بس ليه اسبابه واتكلمنا فيها المره اللي فاتت. 3 اقدر اقول اي سي ميلان. من سنتين كان بدأ يبني فرقه كويسه، والماتشات اللي عملها في تشامبيونز ليج في اول السنه دي كانت يعني تدي مبرر ان او مؤشر ان الفريق هيبقى احسن من كده كتير. رقم 2 ممكن اقول هو انا يعني رقم 2 و1 قريبين من بعض، بس اقول مثلا رقم 2 توتنهام عشان برضو ما كانتش يعني مش متوقع ان هو دايما من التوب 6 فان هو يقع المركز ال 17 و 16. ورقم 1 طبعا بجداره واستحقاق السنه دي لا اكيد مش انتر ميلان. رقم 1 بجداره واستحقاق السنه دي مانشستر يونايتد يعني من ساعه ما سير أليكس فيرجسون ساب الفرقه ومشي، واحنا كل موسم بنقول الموسم الجاي ده البنى وده البتاع شويه سولشاير شويه هو شبه الاسماعيلي يا صاحبي. بالظبط شبه الاسماعيلي. طيب انا هقول لك بقى 5 بالنسبه لي من 5 ل1 يعني. اظن ال5 يعني هنقول رقم 5 ريال مدريد زي ما انت قلت برضو عمر. انا تقريبا متفق مع كل الحاجات اللي انت قلتها معظمها يعني. انتوا بتكلمين الريال والله. بالظبط ريال مدريد كان المفروض يقدم مستوى احسن من كده. رقم 4 هو السيتي، وممكن ابدل كمان السيتي رقم 5 وريال مدريد 4 لان السيتي بصراحه كان يعني المفروض يقدم
احسن من كده بكتير طبعا. جدا جدا. رقم 3 انا بشوف انتر ميلان. يعني انا مختلف معاكم، انتر ميلان موسم صفر. موسم صفري، ضيع كل حاجه. بس وصل فاينل وعم يعني الدوري عمل في حاجة. نص يعني كان خلاص بتاعه. انا معاك، بس هو خسر كل حاجه على اخر تكه، يعني الدوري على اخر ماتش، الدوري لا، الكاس نص الدوري نهائي، دوري مش على الابطال الآخر. ماتش. الدوري خسره من شهر واحد، هو كان كسبانه. اوكي انا معاك، بس كان انا كسبان خسر على وجهه آخر نظري. ماتش. اوكي رقم 2 انا ممكن اقول مين؟ ممكن اقول انجلترا، توتنهام زي ما عمر قال. برضو كان المفروض يقدم اداء احسن من كده. مين اكتر فريق خذلك بس؟ اكتر فريق خذلني السنه دي لا بصوت عشان ما حدش يسمع. لا ممكن يبقى ليفربول من ناحيه دوري ابطال اوروبا بس. دوري لأنه طلع بدري قوي بس 16 لكن هو في الدوري وعمل اداء ملحمي. لكن طلع الكاس خرج من دور 64 بين فريق دوري درجه ثانيه. يعني انا دايما ما ببصش للكاس ليه مش عارف صراحه. هم ما بيعتمدوش انجلترا بكاس لان عندهم 5 كاسات تقريبا، بيهتموا بالكاراباو اكتر بالظبط. من لكن هو طلع بدري قوي قوي في دوري ابطال اوروبا، كان المفروض يكمل اكتر من كده دول 5 أندية. طيب بالنسبه لي انا هيبقى 5 المان يونايتد. ما كنتش اصلا مديله كريدت عالي مع تنهاج. جابوا له زيركز لعيبه كل سنه بيجيبوا شبحها يعني. فيونايتد تبقى 5. 4 سي ميلان. سي ميلان عنده لعيبه ممتازه كسكواد، اللعيبه ممتازه، لكن ما فيش لا اداره ولا مدير فني. صح، مفيش مدير مشروع اصلا بيتكلم فيه كامبوس بالظبط. مفيش اصلا مدير مشروع في اليونايتد. جابك ابراموفيتش اللي قاعد عامل ايه كده بس مدرب مناخيره في ما تعرفش يعمل ايه تاني ولا له اي لازمه. لو سمعك ده ولا له اي لازمه، كلام بجد والله ولا له اي لازمه. رقم 3 هيبقى ايفنتس. هتيجو موتا جابوا له شويه صفقات حلوه ولكن خيش جامد قوي. بعد كده قالوه الفريق صعد لدوري ابطال اوروبا بالعافيه، فرق بونت واحد عن روما. رقم 2 مانشستر سيتي. خيشه صعب قوي مع بيب جوارديولا. انا عرفت رقم 1. رقم 1 طبعا، رقم 1 هيكون ريال مدريد. واخد كل حاجه السنه اللي فاتت، ويجيبوا لك امبابي وليك طالع بموسم صفري ومنتظر على وشك 4 من برشلونه. مستني ايه؟ لا موسم صفري طبعا ريال مدريد. اسوأ فريق خسر جماهير السنه دي طبعا ريال مدريد. يعني مستني الجماهير بصراحه يكتبوا يعني احنا برضو مستنيين طبعا. تقولوا لنا تقولوش ريال مدريد رقم 1 يا جماعه بس يعني ليه هو 5 أندية فينا كانوا الاختيارات بتاعتكم. لو عندكم اختيارات تانية يا ريت نتمنى تشاركونا في الكومنتات. نتمنى طبعا الحلقه ان شاء الله تكون عجبتكم، وانتظروا ان شاء الله حلقات جايه مع كاس العالم للانديه تكون افضل وافضل. في نهايه الحلقه طبعا بشكر عمر، شكرا، شرفتنا ونورتنا يا عمر. حبيبي يا عمر، شرفتنا ونورتنا كمال. انشيلوتي مشي يا كمان، انا عايزك بس تهدى كده على ريال مدريد وتتوقعوا ان شاء الله ان موسى يبقى كويس. الونسو جه وقعد افرد وشك كمان. قعد رودريجو على فكره. الونسو قعد رودريجو خلاص اقنعه بالبقاء الحمد لله. انبسط بقى ان شاء الله باذن الله. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست بالون دور.